اخر واحد في الدوله الحديثه اللي هو رمسيس الثاني. رمسيس الثالث ده عمل كام حاجه؟ 7 حاجات، هنجمعهم 3 3 و1. بص معايا، قلت اول حاجه ايه؟ بنى معابد وتماثيل، اسس اسره 20. تاني، بنى معابد وتماثيل، اسس اسره 20. هزم شعوب البحر المتوسط وتصدى للليبيين. واخر حاجه عندي، نظم الجيش والشؤون الداخليه والبعثات الخارجيه. احفظهم كده، تمام؟ طب بعد ما رمسيس الثالث يخلص وده اخر واحد، اي دوله بيحصل لها في الاخر ضعف وتسقط. فالدوله بتسقط بسبب ضعف الملوك. في نقطه ازودها بقى، بسبب تدخل كهنه الاله مين؟ امون. وهنا اربط الاحداث، امون عصر دوله حديثه، انما الاله رع كان في عصر الدوله القديمه لما سقطت الاسره الرابعه. دايما وانا بذاكر كده اربط الدنيا بدل عشان لو جالي سؤال. طب هتنتهي هنا عصر مين؟ الدوله الحديثه. واي عصر ينتهي يبدا بعده عصر ضعف. بس هنا مش هقول الاضمحلال الثالث عشان ده اخر واحد، هقول المتاخر. طب المتاخر من كام لكام؟ من 21 لحد ال 30. طب تعالي راجع بسرعه كده، الدوله القديمه كانت من كام لكام؟ من 3 ل 6. انما العتيق 1 و2. قديمه 3 ل 6. ضعف اول 7 ل 10. بعدها دوله وسطى 11 و12. ضعف تاني اللي هو الاضمحلال التاني 13 ل 17. حديثه 18 لل 20. متاخر من 21 لحد 30. برافو. طب بعد ما يخلص العصر المتاخر هيحصل ايه؟ قال لي يحصل صراعات من بره ويدخل ياخد مصر مين؟ الاسكندر الاكبر. فلما يقول لك انتهت عصر الدوله الحديثه بمين اللي دخل؟ الاسكندر الاكبر. طب بعد ما ينتهي يجي يقول لك اي سؤال في الدوله الحديثه، يقول لك التجاره ازدهرت ليه؟ الدوله كانت كبيره ليه؟ بسبب وجود ايه؟ امبراطوريه كبيره. يبقى لما يجي يقول لي زادت التجاره في عصر الدوله الحديثه، اقول له بسبب وجود امبراطوريه واسعه او اتساع مين؟ الامبراطوريه. طب اثبتي لي ان كان في علاقه كويسه ما بين مصر وافريقيا في الدوله الحديثه وفي النشاط التجاري. مين اكتر واحده كانت شاطره في التجاره؟ حتشبسوت. عملت ايه؟ عملت رحلات تجاريه لبلاد مين؟ بونت، لما كانت بتجيب العجو والبخور والاحجار الكريمه. طب هي عشان كانت شاطره قوي كده سجلت الكلام ده كله على معبد مين؟ معبد الدير البحري. تمام كده؟ طب عندي بقى علاقه تاثر زي اللي كنا بنقولها في الدوله القديمه والدوله الوسطى والدوله مين؟ الحديثه. علاقه التاثر هنا بكام حاجه؟ ب3. قال لي انتشرت ايه؟ الطقوس والعبادات، وخدوا مني معابد واعمده على نفس الطراز المصري بالظبط. وهيرتدي النبلاء بتوع كوش نفس الملابس بتاعت المصريين. يبقى قلتهم في 3 كلمات اللي هم مين؟ قلت عندي انتشرت طقوس وعبادات، وتاني معابد والاعمده وارتداء النبلاء. تاني طقوس وعبادات والمعابد والاعمده وارتداء النبلاء. طب اخر حاجه احنا عرفنا كده علاقه مصر بمين؟ بافريقيا، وايه العلاقه وايه التاثر في الدوله الحديثه نفسها. طب ايه العلاقه اللي كانت حاصله في العصر المتاخر؟ انا بقول متاخر يبقى عصر ضعف ولا قوه؟ ضعف، يبقى في صراعات وحروب. فانا عندي هنا الضعف كان من كام اللي هو المتاخر؟ من 21 لحد ال 30. فقال لي الاسره ال 21 هتعمل ايه؟ قال لي الاسره 21 ما كانتش قادره تسيطر على بعض المناطق الافريقيه، فهتيجي بعدها الاسره 24 هيحصل صراع بين الكوشيين والمصريين، تنتهي بانتصار الكوشيين ويأسسوا اسره 25. فلما اجي اقول يا مريم ما النتائج على الاسره 24 لما دخلوا الصراع حصل ما بين المصريين والكوشيين، ايه النتيجه؟ اقول له انتصار الكوشيين، اسسوا اسره 25. اخر حاجه عندي مصر هترجع لقوتها واستقلالها تاني امتى؟ في الاسره 26 على ايد ابسماتيك الاول. انا مش محتاجه اسمه بس اعرفه على ايد مين؟ ابسماتيك الاول. تمام كده؟ يبقى خدنا لازم اعرف كل عصر بينتهي بايه وبياخد اسره كام والعصور بتاعه الضعف من كام لكام، اركز فيها قوي. تمام؟